الذي ربما يعاني منه أكثر من 4 ملايين مريض في الجزائر لوحدها والملايين في كل العالم. هذا الاختراع الفريد من نوعه، نعم، هو من اختراع طبيب جزائري من قسنطينة من الشرق الجزائري. نرحب جميعا بالسيد توفيق زعبيط الذي سنتكلم معه عن هذا الاختراع الكبير وهو مفخرة لكل الجزائر. تفضل سيد توفيق. أهلا وسهلا بك دكتور توفيق. مبروك عليك ومبروك علينا وعلى الجزائر، وبشرى لكل المرضى اللي يعانوا من هذا الداء الفتاك. يعني الملايين من المرضى فقط في الجزائر، وربما ملايين أخرى كبيرة جدا في العالم. 10 سنوات من التجارب، من البحوث، من التعب، من ربما التنقل بين الجزائر والدول الأخرى، في الأخير تكتشف علاج لداء السكري. هل يعني لك أن تلخص لنا يعني هذه 10 سنوات تلخصها لنا في عجالة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. علاج مرض السكري، أو يعني ماهية هذا الدواء. هذا الدواء من نوع خاص، لأنه أنا ارتأيت في لو ديبي. معليش تكلم بكل راحة. في لو ديبي تاع الباركور، يعني لو سيغمون ديابيت، لاحظت بلي لي لابوراتوار لي شيرشور دو بار لو موند عندهم هم وشغل شاغل، يعني يساتاك او شيفر. يعني السكري كمرض ياخذوه على انه السكر طالع في الدم او هابط في الدم. خذ نفس، يعني نشوف عندك لو تخاك شويه. خذ نفس. قبل ما تلقى هذا علاج لهذا المرض، انت من قبل لقيت علاج للصدفيه، مرض الصدفيه. هذا هو العلاج. نعم، هذا علاج وبرنامج لمرض الصدفيه. يعني وهذا المرض وهذا الدواء الفريد من نوعه. فريد من نوعه في العالم، لانه هذا الوحيد في العالم اللي يوصل الشفاء التام للمريض، يعني نعم. في العالم. يعني منتوج جزائري موجود في الجزائر. نعم، منتوج في الصيدليات. ما سمعناش عليه كثير. والله لم نسمع عنه. لماذا؟ لأننا نحن دائما نقبر تلك الكفاءات والإبداعات والابتكارات الجزائرية. نحن نحتقر بعضنا بعضا. يعني دكتور توفيق نحن لم نسمع به إلا من خلال قناة الشروق. نعم. ولو كنا نقدر علماءنا وأساتذتنا وخبراءنا والكثير من توفيق المخبيين في ولايات الجزائر وما أكثرهم، هو ممكن ربما يأكد لك أن من أمثاله الكثير. نعم. لكن يموتون ولا نسمع عنهم. يكرمون في العالم أختي ليلى، والله العظيم رأينا علماء جزائريين يكرمون في دول عالمية، ولكن عندنا معليش باش نحطوا الأمور في نصابها وكل واحد نعطوا له حقه. وزير الصحة السيد عبد الملك بوضياف اتصل بالدكتور توفيق وثمن الاختراع تاعو، وراه محيط به وبكل خطواته وهو يراقبه عن كثب. خلينا هذا موضوع راح بعدين نتكلموا عليه، وهذا شيء يشكر عليه سيد الوزير. نتمناو من المسؤولين تاعنا يروحوا في هذا الاتجاه. فقط هذا علاج للصدفية. متى اخترعت هذا اخترعته 2000. هل هو فعال؟ هل هو يقضي نهائيا على هذا المرض؟ يصدر كذلك للخارج؟ نعم يصدر. نعم. هذا اخترعته في سنة 2000، وكنت شاب شوية ومبتدئ. يعني اخترعت لا تيوري وما كانش عندي سوتيان في لا براتيك، يعني في الممارسة. تكون لا تيوري تاعي هذه حاجة جديدة في لا ثيرابي لي مالادي كرونيك، حاجة جديدة. يعني بور لي سيونتيفيك وكأنه يسمع في رواية، يعني خارجة عن العادة، محال. يعني رايح اون مالادي كرونيك واوسي كونسيستونت كو لو بسوريازيس وتقول انا العلاج نهائي، امبوسيبل.
Bon, من 2000 ل 2004 j'ai fait quand même quelques expériences où j'ai démontré que النتائج الأولية كانت جوست. نعم. مشيت من الجامعة قسنطينة اونفرودات. اونفرودات تخدمت المركز الصيدال بعد ما كانت عندي عروض ديجا. كانت بعدين عندي نحكوا على هذه العروض، يعني راح نكتشفوا فيك عدة أشياء أنت اليوم. هذا اكتشافك لهذا العلاج لهذا المرض تاع الصدفية هو اللي قادك باش تلقى علاج للسكري. نروحوا لهذا السكري لأنه ربما يهدد حياة الناس، كي الناس يموتوا بهذا المرض. نعم نعم. كيفاش حتى توصلت لهذا بلا ميم ايبوتيز، هذه فرضيه، سي اون ايبوتيز اي لابروش ثيرابوتيك. المشكل هو يوقع في او ميم بوان، سي اون مالادي اوتو ايمين هيريديتير كرونيك، يعني كاين بيناتهم سي دي مالادي كوزين، سيتادير كي تعود عندك اون بروجيكسيون وان شيما ثيرابوتيك يمشي للبسوريازيس. الناس بالك تجهل واش هو البسوريازيس. Psoriasis en matière de thérapie, c'est incroyable. تقدر تكونتروليه ولا تفهمه. Alors là, tu le maîtrises ou tu contrôles pour l'éradiquer. يعني تستريتيه c'est immense. وانا نقول لك وبصراحه بالك سي لا بروميير فوا نقولها، الصعوبات اللي لقيتها مع البسوريازيس مش كيما الصعوبات اللي لقيتها مع داء السكري. داء السكري يعني بالك من عند ربي هذه، والله الحمد لله هذه نعمه. نعم. جاني المرض السكري سهل على البسوريازيس. نعم. بقيت 7 سنوات في صيدال، في مؤسسة صيدال تعمل في البحوث. نعم. عملت معاهم عقد. نعم. ولما وصلت باش اكتشفت الدواء وجدت صعوبات. يعني لا فيزابيليتي درنا الاكتشاف كان قبل، لو ديفلوبمون لا فيزابيليتي درناه في السي ار دي صيدال. كي وصلنا بون كاين كونترا دو كونفيدونسياليتي مشينا فيه، وكي وصلنا لو كونترا دافير هنا كاين هما كانوا كل شهور كاين فراغ قانوني ما يربطش مركز البحث والاندستري. طيب هذا الفراغ القانوني موجود في الجزائر فقط، انت اخذت هذا الاختراع ورحت به لدولة أخرى، ماشي باش تنتجه هناك. نعم. رحت جمعت فلوس، مشيت للخارج. نعم. عاودت وليت للجزائر وانتجته في الجزائر. نعم. وما انتجتوش في الخارج. ما ننتجوش في الخارج. طيب هذا الشيء يعني شبك قال لك ما ننتجوش في الخارج. بالرغم من كل الصعوبات اللي لقاها والاغراءات. توفيق جوستومون كنت تكلمت على صيدال ومشكل باش سوقت المنتوج هذا الاختراع تاعك. هل تظن انه في الجزائر ما كانش ان سوتيان دعم من طرف يعني ممولين، سي سكون ابل لي فينونسي ولا لي فينونسي دو لابوراتوار كما يكونوا في الولايات المتحده؟ كاين سكون ابل لي غران لابوراتوار عندهم دي دون، عندهم دي فينونسي اكسيتيرا. لا في الجزائر هذه العقليه او الثقافه هذه ما تكزيستيش. نقدر نجاوبك. اي جوستومون راني نسقسي فيك علاش على حسابك في لي بيي كيما هادو يمن في العقل البشري مجسدها قانونيا، عندهم لي بودجي اريسك. هو يقدر ان سونتر دو ريشيرش يخسر في لافير يعطيه 20 مليار وي $2 يمدها له وما يروحش يقول له انت واش درت. هذه سكون بودجي تاع لا ريشيرش ياك؟ وي هو على باله باللي يكون تصلح اون ريشيرش وحده بارمي 200 ريشيرش اللي صرف عليها يفا تو ريكوبيري. بصح حنا في الجزائر راهو مال الشعب، ما تقوليش عندك انت فكره في راسك والشعب يصرف. لكن هذه اللي عندنا. انا نعطيك السبب خويا توفيق. نعم. احنا الحمد لله في الجزائر النموذج التنموي الجزائري هو غودرون تروطوار، والان دخلوا لنا العشب الاخضر. هذا ينفق فيه آلاف المليارات. اما عقل كعقلك ولا عقل كالعقول الجزائريه الكثيره هذه لا يستثمر فيها لانه ما عندوش الثقه فيك تماما. نحن انا كاستاذ في الجامعه انا اثق فيك لانني ادرك بان العلم يوصل، طريق العلم يوصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انزل الله داء الا انزل له دواء. السكر عنده العلاج. طيب يستحيل ما كانش العلاج. باش نفهموا من بعد كيفاش قدر قلت لما جيت هنا جبت معك الامكانيات الماديه اللازمه وانتجته في الجزائر. انتجته في الجزائر وفت في قناه الشروق.
نعم، وسجلته في وزاره الصحه. هذا نعم. اول دواء وشافك الوزير اللي هو يعرفك نعم. من قبل، قلت يعرفك. نعم. احكي لنا بقيه الحكايه. مشكورين يعني ليكيب تاع الشروق مشكور يعني والقناة. خاصة الزميل عمر بودي. عمر بودي اللي هو وبوهديبة. صحفي نشيط ومصور بندهيبة. مميز. صحفي نشيط بيبي ومميز. مميز. واحنا نفتخر به. وعلى فكرة الله هو يبارك. كل التفاصيل الخاصة بهذا الدواء الذي سينقذ حياة الملايين من الجزائريين تتابعونه بالتفصيل في الشروق تحقق لي الزميل عمر بودي، سنعلن عليه في وقته بحول الله. بحول الله. تفضل احكي لنا من بعد لما جيت وانتجت الدواء الآن. نعم، انتجت هذا سودارما. نعم. وهذا للصدفية، وزدنا الاختراع الثاني لتساقط الشعر. نعم. توجور في لي مالادي كرونيك. نعم. بالنسبة للسكري. نعم. دواء تاع السكري هل انتجته ام لا؟ دواء السكري هذا مشروع. مشروع ولكن هذا الدواء انت جربته في الخارج؟ نعم. جربته نعم. على رئيس جمعية السكري في النمسا على ما اظن. رئيس مخبر. نعم. عالمي. وهو ينتج الانسولين. ينتج الانسولين وهو يعاني من داء السكري. يعاني من داء السكري. جربت عليه هذا الدواء ونجح؟ ماشي جربت نعم. عليه، لا، هذوك ناس ما تقدرش تجرب عليه. انت جربت على اظن رئيس جمعية نعم. داء السكري. كانت الفكره تاعو هو علم، هما يتبعوا شويه لي ريشيرش، وانا قلت لك مشيت للخليج وجيت يتبعوا في لو باركور، باسكو على بالهم باللي الصدفيه ماشي حاجه لعبه، وعلى بالو باللي لا ريميسيون هذه تاع 7 سنين، دونك جو بو اريفي افيك ما تيوري المرض السكري. معليش باش نتبعوا. نعم. انت جربت هذا الدواء على رئيس جمعية داء السكري في نعم. النمسا. نعم. في النمسا. نعم. نعم. هو جربوا على نفسه. وجربوا على نفسه. نعم. هو عنده 80 سنة. 93 سنة. 93. وشوفي تماما من هذا المرض. 93 سنة. كان أعراض السكري مهما أنهم هما المنتجين الأوائل في العالم تاع الأنسولين، أعراض السكري يعني راح تقضي عليه، فإذا به يهبط للستاد ويلعب ماتش. سبحان الله. والله العظيم. الله صادق. دونك ولكن هل تعتبر أنه شفي بعد تناولها هذا الدواء أم ربما يحتاج إلى مراحل؟ لا احنا عندنا دواء كيما ستوب شوت، سي او بو دو 6 جور تشوف لو شونجمون تاعك. وهل يبقى ياخذ هذا الدواء ام ياخذ فتره؟ يبقى احنا هنا نخليو هذا الاختصاص للاطباء. انا ننصح حتى ان شاء الله لا كتب له ربي يخرج ما ينقطعش الصله بين الطبيب والمريض. ولكن اذا كان ياخذ هذا الدواء باستمرار راح يكون كما الانسولين. لا. انا انتجته وانا نعرفه الدواء. هذا ماهوش من نوع الانسولين ولا موليكول شيميك اللي تضرك. احنا نفهموا لا سيلول باللي خاصها اكس، ولا كان خاصها فاكتور اكس احنا نديروا لا كومبونساسيون. هنا وين والخليه تاخذ من لا ماتيير اللي تعطيها وتبني نفسها وتتعاود الخليه. اخويا توفيق، ماذا اقترح عليك هذا هو اقترح على المشروع ككل. هو في مش هو كجمعيه كهيئه. نعم. قال هذا مشروع القرن، هذا نوبل. الله اكبر. ورقم ارواح الله. نوبل. وماذا اشترط عليك؟ خاطر داروا له تحاليل. وماذا اشترط عليك؟ هو ما اشترطش، هو الواقع. نهضروا درك الواقع. قال لي تاع ارواح، وهذا مشروع نوبل ما عندناش حتى منافس. ولكن ما دامك انت عربي راك ما تقدرش تبارتيسي. وانا ما كانش قصدي نوبل تاعهم هذه، خلاص. انا كانت عجبتني انه استعرف بالقدرات الجزائريه. الحمد لله. قال لي ارواح عندنا، كاين عندنا كيبعث لي الكونترا، قريت يفو با تقول الدواء راهو عربي وانت عربي، اون فا ايسيي دو سينو اون اوكين شونس. ما يفوت لا دواك لا انت. قلت له مادام هذه هو عربي وانا عربي، كيفاه تحب تسميني بيير ولا جورج والله ما فهمتكمش. يعني بدل دونك il n'existe pas. الدواء هذا il n'existe pas. جوستومون سي توفيق، كاين مشكل كبير تاع لو ماركتينغ تاع لي برودوي دو سونتي في الجزائر. هنايا باغ اكزومبل الصيدله اللي عندها تجربه كبيره في
في الميديكامون وكلش، ما جامي شفنا ان سبوت ولا اون انونس تاع ان برودوي تاع صيدال. نفس الشيء اللي بريفي اللي يخدموا حتى هذا هو يقول لك علاج الصدفيه ومجرب على حالات وشفيت، وهذه الحالات راح يتابعوها في برنامج الشروق تحقق، لانه راح نعرضوا كل الحالات والحالات اللي جربت هذا الدواء كيفاش كانت كيفاش ولات. لكن لا احد يعلم. بصح ليلى، هذه سي اون فورم دو بوبليسيتي، ليميسيون سي اون فورم دو بوبليسيتي. مي انت باش تسوق البرودوي تاعك لازم دير له دي زانونس، دير له لا بوبليسيتي. هذيك سا دوموند كوميم ان فينونسمون. راني معك. شوف، انا الهدف تاعي ما عمره ما كان تجاري، ونعرف باللي لازم له لا ديليغاسيون، لي سيمينار، لازم له نيمبورت كيل برودوي انوفون جديد، لازم تمشي دير لو بورت ا بورت اي تو اكسبليك. من هذا جي لونسي ان ديفي، طلقتو قلت له روح وحدك، تو في تا بروبر بروموسيون. سي سي دو سور. دوك انا عندي المريض اللي يجيب المريض، انا ما نروحش نطبطب على الطبيب. طيب سا فياندرا ابري. المريض اللي يجيب المريض ايسي، سامحيني، ولا اون اوروب ولا او زيتازوني، وما يخفاكش باللي صودرما تتهرب في الكابات وتتباع 100 اورو في فرنسا، وانا نتبع هذه تاع الصدفيه، هذه تاع الصدفيه. نعم. بالنسبه لدواء علاج داء السكري واش اسمه ذكرني؟ احنا مديت له اسم صافي 5 ans ديابيكسين، ما جي با انجستري لو نون طون كو لو برودوي ني با انجستري، مي ابارامون خرج ان نون ديابيكسين في الدنمارك ولا لو نون ديابيكسين، سي با مون ديابيكسين. من بعد راح يكون له اسم اخر عنده دينوميناسيون ان شاء الله اي كلاسيفيكاسيون فارماسيوتيك و انجسترمون باسم يعني مو تكنيك فارماسيوتيك ولو نون كوميرسيال. هل جربته على بعض المرضى اللي عندهم داء السكري في الجزائر؟ المئات. النتيجه كيفاش كانت؟ في 6 ايام يقول لك العبد اللي لانه مهم جدا هذا الموضوع. 6 ايام الانسان الاول راح وهذا انسان ثاني، خاصه الولاد الصغار. يجوا لك الناس حتى للبيت يسالوا عليك؟ لا انا عندي مخبر معروف يعني، وجاي بوكو دامي، وانا معروف في الدومين، انا ننتج دواء. جبت ان لو اللي درته مع مخبر عالمي في فرنسا ما نسميوهش، سلكت عليه لو وراه جبته، وجي ديبوزي دي زيشونتيون حتى في المينيستير دو لا سونتي. هذاك عندي تو سكيفو. اذا انت جربت هذا الدواء تاع علاج داء السكري، جربته على الكثير من الحالات. نعم 11 سنه وشفيت لمده 11 سنه وانت تجرب. 11 سنه وانا نطور ونجرب ونطور. نعم. وتجرب على الناس، ما عندكش مشكل لما تجرب دواء على الناس؟ ما عنديش مشكل، نعرفه مليح. دوك انا يعني خذت يعني خاطرت كمان. لا ما خاطرتش، خلاص نعرفه مليح. انت تعرفه، ولكن تخاطر بحاجه العلاج تخاطر بحاجه شيميك، تخاطر بحاجه نشربها انا وولادي. وراه وصل الموضوع، من بعدك نروحوا للاسئله تاعك. نعم. وراه وصل الموضوع الان. الموضوع احنا ماذا بينا هذا الدواء يصنع ويباع لكل الناس، وكل الناس تستفيد منه بفضل الشروق. بارك الله فيهم. ليكيب تاع على راسها عمر بودي دائما. عمر بودي الكاميرامان جرى في التحقيق هذا. نعم. خدمنا مع بعض 3 فوا. بداو لا بروميير فوا غير بسوريازيس، كان كونتاكت صغير، وقلت له سي عمر القضيه وقيله راح تكبر. ضحك، قلت له نفكرك باسكو لو بسوريازيس ما يهضروش عليه الناس، مي سي ان بروبليم ايمونس. وراه البسوريازيس عاود اتصل بيا قال لي حنا نتبعوا، عجبني الحماس تاعو. قلت له مالا سي عمر كي عاود تتبعوا، انني صليت ركعتين لربي سبحان، وجو في انونسي بور لا بروميير فوا هذا الدواء. ربي يكمل بالخير. كيما جات بون. وراهي واصله الامور الان؟ الامور الحمد لله. السيد عبد الملك بوضياف اللي يعرف الدواء من قبل، ملي كان والي في قسنطينه هو يتابع. شوفوا احنا هذه الصور لما الوزير جاء حتى لقسنطينه وحوس عليك واتصل بك. تنم وجود كاميرا قناة الشروق اللي نعتبرها يعني من القنوات اللي عندها صداها واللي عندها يعني مستمعيها ومتفرجيها، باش نتوجه إلى كل الباحثين، إلى كل الجزائريين اللي عندهم هذا الاهتمام بأنه ما يفشلوش، بأنهم يتصلوا بنا. الأبواب مفتوحة، نشجعهم ونرافقهم ونحل لهم كل المشاكل تاعهم، فقط يقوموا بالعمل تاعهم.
ونهني الشعب الجزائري بهذا الانتاج اللي انا متاكد بلي راح يكون يخلق يعني ثوره كبيره جدا في هذا المرض. نعم، نتمنى اذا الامور راهي تمشي في الطريق السليم. نعم. وقتاش نقدروا نشوفوا هذا الدواء في الصيدليات الجزائريه؟ ربما كذلك التسويق يباع في الخارج، لانه فريد من نوعه في العالم. يا اختي، دواء يمد نتائج في 6 ايام. قبل ما ندخل عندك البلاطو، ان بيوشيميست دو رونومي من الخروب كان يهضر معايا. اسمعي الجواب. بيوشيميست وهو ثاني شارشار في الجابيتو. عيط لي قال لي بنتي، قلت له واش بها بنتك؟ قال لي راحت دارت الامتحان تاع الرياضيات بالتفوق، وجات زات بريبارات الامتحان الاخر وخرجت تلعب. قلت له علاه من قبل؟ قال لي كي تخلص الامتحان ديوها هازينها قبل 6 ايام، كون دير ان ايفور مونطال يطيح لها السكر. نعم، وهي قال لي بنتي خاطي بنتي تناولت هذا الدواء. نعم، عندها 6 ايام. نعم. شوف اخويا توفيق، انا نقول لك حاجه. في بلادنا هذه لازم يكون عندك النفس الطويل، وان تكون صبورا، عندي 16 سنه، وان تتوقع. يا 16 سنه برك، انا عندي انا 43 عام وانا عايش في الجزائر. انت عشت في الخارج مده معينه، لكن معليش، انا في الحقيقه انا متشائم جدا، ونحتاج الى وزير للسعاده في الجزائر من اجل ان يزرع السعاده. معليش استاذ مسدور، احنا رانا هنايا باش ما نتشائموش كثيرا، لكن خليني اختي، معليش نزرعوا شويه. اتحدث بحقيقتي. معليش، انا امل ان الكلمات التي قالها وزير الصحه تجد طريقها الى التطبيق، ولا يكون مصيرها كمصير القرارات التي تبقى 4 سنين و14 سنه والناس يخيطوا في فمهم. ابقى صبورا واصبر واستعن بالله، واعلم بان الله عز وجل سيوفقك. إن شاء الله. اذا ما خدموهش هنا بعد فتره معينه دير ان تايمينغ، اذا ما احترموش اسالك بالله روح سلك الناس في العالم فقط، لا تنتظر احدا. اسمعني مليح والله راني نقول لك، ولا واحد يكذب عليك. اخاف ان يكون كي الدبليو يموت في يدك. لا تتركه. حارب في الجزائر، معليش، حارب حتى يجسد، ولكن اياك، العالم بأسره ينتظر هذا الدواء. سي توفيق، كاين شيء مهم جدا في الاختراع، هو لا سيكوريزاسيون دو برودوي، يعني لو دروا تاع البرودوي تاعك. اسكو تو ا ريسو دي غارونتي باش يعني تامن الاختراع تاعك، خاصه ان موان باش تامن الاختراعات الجزائريه. جو كوني بوكو دو جون ا جنيف اي شارجي دي بريفي وحده، وهادو كيما واش صنعت الشروق لي تيمونياج كو فوزافي فيو، هادو عمرهم ما كانوا شهادات كيما هادو دو بارلمون. هادي سي اون بروتيكسيون لينا حنا، مسمى سي لو دوبل انتيري. هادي سي اون بروتيكسيون. الى نهار وجا نيمبورت كال لابوراتوار ولا انفونتور وقال هاو دوايا وتسمعوا لي ميم تيمونياج راهو جزائري دكتور توفيق. نعم. انا عندي تخوف، يعني مانيش عارفه اذا كان التخوف تاعي في محله او لا. انا متخوفه على حياتك من مخابر ادويه عالميه، لانك انت بهذا الدواء راح تكسر كل الادويه، ملايير الدولارات راح تخسر هذه المؤسسات. هل تخوفي في محله؟ هل انت متخوف كذلك؟ والله كل واحد عمره وين يحبس. هل صحيح وزير الصحة اقترح عليك حماية؟ يعني إذا عملها يعني هل اقترح عليك حماية؟ أنه حسب معلوماتي اقترح عليك حماية. نجاوبك بطريقة علمية. احنا ما نشكلوش خطر على اللابوراتوار الاخرين. علاش؟ احنا جينا نعمروا انكاز. انت تقول هكذا، ولكن هما يفكروا فلوس، يفكروا اموال. عارف خاطر المرضى اقتصاد كبير. احنا ما رانيش نقول للناس حبسوا الانسولين ولا لوتر تريتمون، سيتادير كو كاين ان فولي فارغ عند لو ديابيتيك، ولكن هما ما يخموا بهذه الطريقه. لا وصلت المخابر الدوليه، وصلت وين خلقت فيروسات. دكتور توفيق يقول لك بيزنس، هو ما يهضر. خلقت فيروسات لكي تخلق لها فيما بعد ادويه. نعم، وقتلت ناس.
تقتل الناس ف... لا يبالي. فأنا أتمنى من وزير الصحة أن يؤمن حياتك، لأنك مهم جدا كشخص، كجزائري، كاختراع، ككل شيء إن شاء الله. وانا ادعم رايك يا اختي ليلى، واتمنى ان يحميه الله عز وجل سبحان وما يحمي الله. حتى ما خلق. ماشي باش نخوفوك، احنا لا، لا، خايفين ما عليك نخافش أنا. فقط. والله لن لا، يصيبك لا. شيء باذن الله تعالى. ولا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله يطول عمرك. يعني نخاف نخبيه والناس قاعده تموت وانا نتفرج، واحد قصوا له رجليه، واحد ما يشوفش، واحد مات. علاش حتى اسمع غير باه ما نموتش انا. لا حتى والله فقط تجربه اختي يخرج. ليلى، انا اعرف احد كبار علماء العالم الاسلامي، البروفيسور عوض منصور، اخترع 39 دواء مسجل في الاف دي اي الامريكيه، وحدثت الدكتور نعم، توفيق نعم. عن هذا البروفيسور العالمي. العجيب انه في العالم العربي والاسلامي نهار اللي ما مشى لهمش في دوله من الدول عطوا له شك على بياض، اتهموه بالاتهامات الخطيره. وبالتالي انا نقول لك احذر من هؤلاء العرب، لا يعرفون قيمه لا العلماء. ان شاء الله هو راهو الان تحت حمايه إن شاء الله يا رب. وزير الصحه، يعني شخصيا، وين راه يقدر هذا المجهود الكبير وهذا الاختراع. وان شاء الله راك في بلادك وهذا الدواء فقط يخرج الى العلن خلاص، يعني ما يعودش يشكل اي خطر. خلاص خرج للعلن. هنا شخصيا ما يهمش. نعم. باسكو عقبنا على une commission. On a présenté le traitement. Au fait, c'est pour l'enregistrement. Donc, c'est les investigations scientifiques. مش في يدي أنا. نعم. Moi, je présente mon travail. كاين خبراء عقبنا على des professeurs. Ils ont accepté le projet. نعم. كي رحت لوزير الصحة ما شبه نصوروا نو كمان. لجنة. لا فوتنا على une commission. J'ai déposé لي برودوي. j'ai tout déposé. أنا نبداو بلا ما ندخلوش في لي نعم. ديتاي. وان شاء الله سيد الوزير يتصل بيا شاك دو جور في التليفون شخصيا. نعم ان شاء الله. خاطر حاجه مهمه نعم. جدا. ثاني العائلات، شكون العائله في الجزائر اللي ما عندوش واحد مريض بالسكر؟ صح. ما نقول العائله الصغيره ولا الكبيره. تهم كل الجزائريين، تهم الانسانيه الموضوع والبشريه بشكل عام. يعني خلاص دوك انا ديبوزيت شخصيا. شكرا جزيلا لك. نعم ما السيد دكتور توفيق زعبيط، نشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة. هنيئا لك، هنيئا للجزائر ولكل الجزائريين وللإنسانية. نتمنى لك النجاح والتوفيق، وحنا رانا معك ندعموك ونرافقوا كل اختراعاتك إن شاء الله. الله يخليك إن شاء الله. كاين مزيد والمزيد حول هذا الموضوع بأدق التفاصيل في روبورتاج عمر بودي الصحفي النشيط في الشروق تحقق. إذا بهذا الخبر السعيد ننهي هذه الحلقة من النقاط على الحروف. نلتقي بإذن الله الخميس المقبل بمواضيع جديدة. إلى اللقاء. الذي ربما يعاني منه أكثر من 4 ملايين مريض في الجزائر لوحدها والملايين في كل العالم. هذا الاختراع الفريد من نوعه، نعم هو من اختراع طبيب جزائري من قسنطينة من الشرق الجزائري. نرحب جميعا بالسيد توفيق زعبيط الذي سنتكلم معه عن هذا الاختراع الكبير وهو مفخرة لكل الجزائر. تفضل سيد توفيق. أهلا وسهلا بك دكتور توفيق. مبروك عليك ومبروك علينا وعلى الجزائر، وبشرى لكل المرضى اللي يعانوا من هذا الداء الفتاك. يعني الملايين من المرضى فقط في الجزائر، وربما ملايين أخرى كبيرة جدا في العالم. 10 سنوات من التجارب، من البحوث، من التعب، من ربما التنقل بين الجزائر والدول الأخرى، في الأخير تكتشف علاج لداء السكري. هل يعني لك أن تلخص لنا يعني هذه 10 سنوات تلخصها لنا في عجالة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. علاج مرض السكري، أو يعني ماهية هذا الدواء. هذا الدواء من نوع خاص، لأنه أنا ارتأيت في لو ديبي. معليش تكلم بكل راحة. في لو ديبي تاع الباركور، يعني
لو سيغمون ديابيت. لاحظت بلي لي لابوراتوار لي شيرشور دو بار لو موند عندهم هم وشغل شاغل، يعني يساتاك او شيفر، يعني السكري كمرض ياخذوه على انه السكر طالع في الدم او هابط في الدم. خذ نفس، انا نشوف عندك لو تخاك شويه. إيه. خذ نفس قبل ما تلقى هذا علاج لهذا المرض. انت من قبل لقيت علاج للصدفيه، مرض الصدفيه، هذا هو العلاج. نعم، هذا علاج وبرنامج لمرض الصدفيه، يعني وهذا المرض وهذا الدواء الفريد من نوعه. فريد من نوعه في العالم، لانه هذا الوحيد في العالم اللي يوصل الشفاء التام للمريض، يعني نعم. في العالم، يعني منتوج جزائري موجود في الجزائر. نعم، منتوج في الصيدليات. ما سمعناش عليه كثير. والله لم نسمع عنه. لماذا؟ لأننا نحن دائما نقبر تلك الكفاءات والإبداعات والابتكارات الجزائرية. نحن نحتقر بعضنا بعضا. يعني دكتور توفيق نحن لم نسمع به إلا من خلال قناة الشروق. نعم. ولو كنا نقدر علماءنا وأساتذتنا وخبراءنا والكثير من توفيق المخبيين في ولايات الجزائر وما أكثرهم، هو ممكن ربما يأكد لك أن من أمثاله الكثير. نعم. لكن يموتون ولا نسمع عنهم، يكرمون في العالم. أختي ليلى والله العظيم رأينا علماء جزائريين يكرمون في دول عالمية، ولكن عندنا فقط معليش باش نحطوا الامور في نصابها وكل واحد نعطوا له حقه. وزير الصحه السيد عبد الملك بوضياف اتصل بالدكتور توفيق وثمن الاختراع تاعو، وراه محيط به وبكل خطواته وهو يراقبه عن كثب. خلينا هذا موضوع راح بعدين نتكلموا عليه، وهذا شيء يشكر عليه سيد الوزير. نتمناو من المسؤولين تاعنا يروحوا في هذا الاتجاه. فقط هذا علاج للصدفيه. متى اخترعت هذا اخترعته 2000. هل هو فعال؟ هل هو يقضي نهائيا على هذا المرض؟ يصدر كذلك للخارج؟ نعم يصدر. نعم. هذا اخترعته في سنة 2000 وكنت شاب شوية ومبتدئ. يعني اخترعت لا تيوري وما كانش عندي سوتيان في لا براتيك، يعني في الممارسة. تكون لا تيوري تاعي هذه حاجة جديدة في لا ثيرابي لي مالادي كرونيك، حاجة جديدة يعني. وبور لي سيونتيفيك وكأنه يسمع في رواية، يعني خارجة عن العادة، محال. يعني رايح اون مالادي كرونيك واوسي كونسيستونت كو لو بسوريازيس وتقول انا العلاج نهائي امبوسيبل. Bon, من 2000 ل 2004 j'ai fait quand même quelques expériences où j'ai démontré que النتائج الأولية كانت جوست. نعم. مشيت من الجامعة قسنطينة اونفرودات تخدمت المركز الصيدال بعد ما كانت عندي عروض ديجا. كانت عندي نحكوا على هذه العروض، يعني راح نكتشفوا فيك عدة أشياء أنت اليوم. نعم. هذا اكتشافك لهذا العلاج لهذا المرض تاع الصدفيه هو اللي قادك باش تلقى علاج للسكري. نروحوا لهذا السكري لانه ربما يهدد حياه الناس، كاين ناس يموتوا بهذا المرض. نعم. كيفاش حتى توصلت لهذا بلا ميم ايبوتيز هذه فرضيه، سي اون ايبوتيز اي لابروش ثيرابوتيك. المشكل هو يوقع في او ميم بوان، سي اون مالادي اوتو ايمين هيريديتير كرونيك، يعني كاين بيناتهم سي دي مالادي كوزين. سيتادير كي تعود عندك اون بروجيكسيون وان شيما ثيرابوتيك يمشي للبسوريازيس. الناس بالك تجهل واش هو البسوريازيس. بسوريازيس اون ماتيير دو ثيرابي سي انكرويابل. تقدر تكونتروليه ولا تفهمو، الور لا تو لو ميتريز وتكونتروليه بور ليراديكي، يعني تستريتيه. سي ايمونس. وانا نقول لك وبصراحه بالك سي لا بروميير فوا نقولها، الصعوبات اللي لقيتها مع البسوريازيس مش كيما الصعوبات تاع اللي لقيتها مع داء السكري. الداء السكري يعني بالك من عند ربي هذه، والله الحمد لله هذه نعمه. نعم. جاني المرض السكري سهل على البسوريازيس. نعم. بقيت 7 سنوات
في صيدال، في مؤسسة من صيدال، 2004. تعمل في البحوث. نعم. عملت معاهم عقد نعم. ولما وصلت باش اكتشفت الدواء التسويق وجدت صعوبات. يعني لا نعم. فيزابيليتي درنا الاكتشاف كان قبل، لو ديفلوبمون لا فيزابيليتي درناه في السي ار دي صيدال. كي وصلنا بون كاين كونترا دو كونفيدونسياليتي مشينا فيه، وكي وصلنا لو كونترا دافير هنا كاين هما كانوا كل شو كاين فراغ قانوني ما يربطش مركز البحث والاندستري. طيب هذا الفراغ القانوني موجود في الجزائر فقط، انت اخذت هذا الاختراع ورحت به لدولة أخرى، ماشي لا، باش أنا مشيت. ماشي باش تنتجه هناك. نعم. رحت جمعت فلوس، مشيت جمعت للخليج. أموال، نعم. عاودت وليت للجزائر وليت. وأنتجته في الجزائر. نعم. وما انتجتوش في الخارج. ما ننتجوش في الخارج. طيب هذا الشيء يعني كيفاش شبك قال لك ما ننتجوش في الخارج. جوستومون بالرغم من كل الصعوبات اللي لقاها والاغراءات. والإغراءات. توفيق جوستومون كنت تكلمت على صيدال ومشكل باش سوقت المنتوج هذا يعني الاختراع تاعك. هل تظن انه في الجزائر ما كانش ان سوتيان دعم من طرف يعني ممولين سي سكون ابل لي فينونسي ولا لي فينونسي دو لابوراتوار كما يكونوا في الولايات المتحده؟ كاين سكون ابل لي غران لابوراتوار عندهم دي دون، عندهم دي فينونسي اكسيتيرا. لا في الجزائر هذه العقليه او الثقافه هذه ما تكزيستيش. نقدر نجاوبك. اي جوستومون راني نسقسي فيك علاش شوف على في لي حسابك بيي كيما هادو يمن في العقل البشري مجسدها قانونيا، عندهم لي بودجي ا ريسك. هو يقدر ان سونتر دو يقدر ريشيرش يخسر في لافير. يعطيه 20 مليار وي $2 يمدها له وما يروحش يقول له انت واش درت. هذه سي سكون ابل يخليه بودجي يمشي. تاع لا ريشيرش ياك. وي هو على باله باللي يكون تصلح اون ريشيرش وحده بارمي 200 ريشيرش اللي صرف عليها يفا تو ريكوبيري. بصح حنا في الجزائر راهو مال الشعب، ما تقوليش عندك انت فكره في راسك والشعب يصرف. لكن هذه اللي انا عندنا نعطيك السبب خويا توفيق. نعم. احنا الحمد لله في الجزائر النموذج التنموي الجزائري هو غودرون تروطوار، والان دخلوا لنا العشب الاخضر. هذا ينفق فيه آلاف المليارات. اما عقل كعقلك ولا عقل كالعقول الجزائريه الكثيره هذه لا يستثمر فيها لانه ما عندوش الثقه فيك تماما. نحن انا كاستاذ في الجامعه انا اثق فيك لانني ادرك بان العلم يوصل، طريق العلم يوصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انزل الله داء الا انزل له دواء. السكر عنده العلاج. طيب يستحيل ما كانش العلاج. باش نفهموا من بعد كيفاش قدر قلت لما جيت هنا جبت معك الامكانيات الماديه اللازمه وانتجته في الجزائر. انتجته في الجزائر وفت في قناه الشروق. نعم. وسجلته في وزاره الصحه. هذا نعم. اول وشافك الوزير اللي هو يعرفك. نعم. من قبل قلت يعرفك. نعم. احكي لنا بقيه الحكايه. مشكورين يعني ليكيب تاع الشروق. مشكور خاصة الزميل عمر بودي اللي هو صحفي نشيط ومصور بندهيبة. مميز. صحفي نشيط ومميز. وإحنا نفتخر به. وعلى فكرة هو كل التفاصيل الخاصة بهذا الدواء الذي سينقذ حياة الملايين من الجزائريين تتابعونه بالتفصيل في الشروق تحقق لي الزميل عمر بودي. سنعلن عليه في وقته بحول الله. تفضل احكي لنا بعد لما جيت وانتجت الدواء الآن. نعم انتجت هذا صوديرما. نعم. وهذا للصدفية وزدنا الاختراع الثاني لتساقط الشعر. نعم. توجور في لي مالادي كرونيك. نعم. بالنسبة للسكري. نعم. دواء تاع السكري هل انتجته أم لا؟ دواء السكري هذا مشروع. مشروع ولكن هذا الدواء أنت جربته في الخارج. نعم. جربته نعم. على رئيس جمعية السكري في النمسا على ما أظن. رئيس مخبر. نعم. عالمي. وهو ينتج الأنسولين. وهو يعاني من داء السكري. جربت عليه هذا الدواء ماشي جربت عليه. لا هذوك ناس ما تقدرش تجرب عليه. انت جربت على اظن رئيس جمعيه داء السكري. كانت الفكره تاعو هو علم هما يتبعوا شويه لي ريشيرش. وانا قلت لك مشيت للخليج وجيت يتبعوا في لو باركور باسكو على بالهم باللي الصدفيه ماشي حاجه لعبه.
وعلى بالو باللي لا ريميسيون هذه تاع 7 سنين دونك جو بو اريفي افيك ما تيوري المرض السكري. معليش باش نتبعوا. انت جربت هذا الدواء على رئيس جمعيه الداء السكري في نعم. النمسا. نعم. في النمسا. نعم. هو جربوا على نفسه. وجربوا على نفسه. نعم. هو عنده 80 سنه. 93 سنه. 93. وشوفي تماما من هذا المرض. 93 سنه كان اعراض السكري مهما انهم هما المنتجين الاوائل في العالم تاع الانسولين، اعراض السكري يعني راح تقضي عليه، فاذا به يهبط للستاد ويلعب ماتش. سبحان الله. والله العظيم. الله صادق. دونك ولكن هل تعتبر انه شفي بعد تناولها هذا الدواء ام ربما يحتاج الى لا مراحل؟ لا 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 احنا عندنا دواء كيما ستوب شوت، سي او بو دو 6 جور تشوف لو شونجمون تاعك. مي وهل يبقى ياخذ هذا الدواء ام ياخذه فتره؟ يبقى بمراحل. احنا هنا نخليو هذا الاختصاص للاطباء. انا ننصح حتى ان شاء الله لا كتب له ربي يخرج ما ينقطعش الصله بين الطبيب والمريض. ولكن اذا كان ياخذ هذا الدواء باستمرار راح يكون كما الانسولين. لا, ها شو انا انتجته وانا نعرفه الدواء. هذا ماهوش من نوع الانسولين ولا موليكول شيميك اللي تضرك. احنا نفهموا لا سيلول باللي خاصها اكس، ولا كان خاصها فاكتور اكس احنا نديروا لا كومبونساسيون. هنا وين والخليه تاخذ من لا ماتيير اللي تعطيها وتبني نفسها وتتعاود الخليه. خويا توفيق ماذا اقترح عليك هذا هو اقترح على المشروع ككل. هو في مش هو كجمعيه كهيئه. نعم. قال هذا مشروع القرن، هذا نوبل. الله اكبر. ورقم ارواح الله. نوبل. وماذا اشترط عليك؟ داروا له تحاليل. وماذا اشترط عليك؟ هو ما اشترطش، هو الواقع نهضروا درك الواقع. قال لي تاع ارواح وهذا مشروع نوبل ما عندناش حتى منافس، ولكن ما دامك انت عربي راك ما تقدرش تبارتيسيبي. وانا ما كانش قصدي نوبل تاعهم هذه خلاص. انا كانت عجبتني انه استعرف بالقدرات الجزائريه. الحمد لله. قال لي ارواح عندنا كاين عندنا كيبعث لي الكونطرا قريت يفو با تقول الدواء راهو عربي وانت عربي اون فا ايسيي دو سينو اون اوكين شانس ما يفوت لا دواك لا انت. قلت له مادام هذه هو عربي وانا عربي كفايه تحب تسميني بيار ولا جورج والله ما فهمتكمش. يعني بدل دونك اسمك بالدواء. il n'existe pas الدواء هذا il n'existe pas. جوستومون سي توفيق كاين مشكل كبير تاع لو ماركتينغ تاع لي برودوي دو سونتي في الجزائر. هنايا باغ اكزومبل الصيدله اللي عندها تجربه كبيره في الميديكامون وكلش، ما جامي شفنا ان سبوت ولا اون انونس تاع ان برودوي تاع صيدال. نفس الشيء اللي بريفي اللي يخدموا. حتى هذا هو يقول لك علاج الصدفيه ومجرب على حالات وشفيت، وهذه الحالات راح نتابعوها في برنامج الشروق تحقق، لانه راح نعرضوا كل الحالات والحالات اللي جربت هذا الدواء كيفاش كانت كيفاش ولات. لكن لا احد يعلم. بصح ليلى هذه سي اون فورم دو بوبليسيتي. ليميسيون سي اون فورم دو بوبليسيتي. مي انت باش تسوق البرودوي تاعك لازم دير له دي زانونس، دير له لا بوبليسيتي. هذيك سا دوموند كوميم ان فينونسمون. راني معك. شوف انا الهدف تاعي ما عمره ما كان تجاري، ونعرف باللي لازم له لا ديليغاسيون لي سيمينار، لازم له نيمبورت كيل برودوي انوفون جديد لازم تمشي دير لو بورت ا بورت اي تو اكسبليك. من هذا جي لونسي ان ديفي، طلقته قلت له روح وحدك تو في تا بروبر بروموسيون سي سي دو سور. دوك انا عندي المريض اللي يجيب المريض، انا ما نروحش نطبطب على الطبيب. طيب صافي فياندرا ابري المريض اللي يجيب المريض ايسي سامحيني ولا اون اوروب ولا او زيتازوني، وما يخفاكش باللي سودارما تتهرب في الكابات وتتباع 100 اورو في فرنسا. وانا نتبع ديما هذه تاع الصدفيه. هذه تاع الصدفيه. نعم. بالنسبه لدواء علاج داء السكري واش اسمه ذكرني؟ احنا مديت له اسم صافي 5 ans ديابيكسين. Mais j'ai pas enregistré le nom tant que le produit n'est pas enregistré. Mais apparemment خرج un nom diabixine في الدنمارك ولا le nom diabixine. C'est pas mon diabixine. من بعد راح يكون له اسم اخر عنده dénomination ان شاء الله et classification pharmaceutique ou enregistrement باسم يعني un mot technique
فارماسيوتيك ولو نون هل كوميرسيال. جربته على بعض المرضى اللي عندهم داء السكري في الجزائر؟ مئات. المئات. سي توفيق، النتيجه كيفاش كانت؟ في 6 أيام يقول لك العبد لانه اللي مهم جدا الأول هذا الموضوع. 6 أيام الانسان الاول راح وهذا انسان ثاني، خاصه الولاد الصغار. يجوا لك قبل ما حتى ندخل يجوا لك الناس البلاطو. حتى للبيت يسالوا عليك. لا انا عندي مخبر معروف مخبر. يعني، وجاي بوكو دامي وانا معروف في الدومين، انا ننتج دواء. جبت ان لو اللي درته مع مخبر عالمي في فرنسا ما نسميوهش، سلكت عليه لولو وراه جبته وجي ديبوزي دي زيشونتيون حتى في المينيستير دو لا سونتي. هذاك عندي تو سكيفو. اذا انت جربت هذا الدواء تاع علاج داء السكري، جربته على الكثير من الحالات. نعم 11 سنه وشوفيت لمده 11 سنه وانت تجرب. 11 سنه وانا نطور ونجرب ونطور. نعم. وتجرب على الناس، ما عندكش مشكل لما تجرب دواء على ما الناس؟ عنديش مشكل، نعرفه مليح. دوك انا يعني خدت يعني خاطرت كمان. لا ما خاطرتش، خلاص نعرفه مليح. انت تعرفه ولكن تخاطر بحاجه العلاج تخاطر بحاجه شيميك، تخاطر طيب وراه بحاجه وصل حاجه نشربها انا وولادي. وراه وصل الموضوع، من بعدك نروحوا للاسئله تاعك. نعم. وراه وصل الموضوع الان. الموضوع احنا الحمد لله ماذا بينا إلا هذا الدواء يصنع ويباع لكل الناس وكل الناس بفضل- تستفيد منه. بفضل الشروق بارك الله فيهم. ليكيب تاع على راسها عمر بودي دائما. عمر بودي بوهديبه الكاميرامان جرى في التحقيق هذا. نعم. خدمنا مع بعض 3 فوا. بداو لا بروميير فوا غير بسوريازيس، كان كونتاكت صغير وقلت له سي عمر القضيه وقيله راح تكبر. ضحك قلت له نفكرك باسكو لو بسوريازيس ما يهضروش عليه الناس، مي سي ان بروبليم ايمونس. وراه البسوريازيس عاود اتصل بيا قال لي حنا نتبعوا، عجبني الحماس تاعو. قلت له سي عمر كي عاود تتبعوا انني صليت ركعتين لربي سبحان وجو في انونسي بور لا بروميير فوا هذا الدواء. ربي يكمل لك وكيما جات بون. وراهي واصله الامور الان. امور الحمد لله. السيد عبد الملك بوضياف اللي يعرف الدواء من قبل، ملي كان والي في قسنطينه هو يتابع. شوفوا احنا هذه الصور لما الوزير جاء حتى لقسنطينه وحوس عليك واتصل بك. تنم وجود كاميرا قناة الشروق اللي نعتبرها يعني من القنوات اللي عندها صداها واللي عندها يعني مستمعيها ومتفرجيها، باش نتوجه إلى كل الباحثين، إلى كل الجزائريين اللي عندهم هذا الاهتمام بأنه ما يفشلوش، بأنهم يتصلوا بنا. الأبواب مفتوحة، نشجعهم ونرافقهم ونحل لهم كل المشاكل تاعهم، فقط يقوموا بالعمل تاعهم. ونهني الشعب الجزائري بهذا الانتاج اللي انا متاكد بلي راح يكون يخلق يعني ثوره كبيره جدا في هذا المرض. نعم نتمنى. اذا الامور راهي تمشي في الطريق السليم. نعم. وقتاش نقدروا نشوفوا هذا الدواء في الصيدليات الجزائريه؟ ربما كذلك التسويق يباع في الخارج، لانه فريد من نوعه في العالم. يا اختي دواء يمد نتائج في 6 أيام. قبل ما ندخل عندك البلاطو ان بيوشيميست دو رونومي من الخروب كان يهضر معايا. اسمعي الجواب. بيوشيميست وهو ثاني شارشار في الجابيتو. عيط لي قال لي بنتي، قلت له واش بها بنتك؟ قال لي راحت دارت الامتحان تاع الرياضيات بالتفوق وجات زات بريبارات الامتحان الاخر وخرجت تلعب. قلت له علاه من قبل؟ قال لي كي تخلص الامتحان ديوها هازينها قبل 6 ايام كون دير ان ايفور مونطال يطيح لها السكر. نعم. وهي قال لي بنتي خاطي بنتي تناولت هذا نعم الدواء. عندها 6 ايام. نعم. شوف اخويا توفيق، انا نقول لك حاجه. في بلادنا هذه لازم يكون عندك النفس الطويل وان تكون صبورا. عندي 16 سنه وان تتوقع يا 16 سنه برك. انا عندي انا 43 عام وانا عايش في الجزائر. انت عشت في الخارج مده معينه، لكن معليش انا في الحقيقه انا متشائم جدا، ونحتاج الى وزير للسعاده في الجزائر من اجل ان يزرع السعاده. معليش استاذ مصدور، احنا رانا هنايا باش ما نتشائموش كثيرا، لكن خليني اختلي. معليش نزرعوا شويه. اتحدث بحقيقتي. معليش. انا امل
أن الكلمات التي قالها وزير الصحة تجد طريقها إلى التطبيق، ولا يكون مصيرها كمصير القرارات التي تبقى 4 سنين و14 سنة والناس يولوا يخيطوا في فمهم. ابقى صبورا واصبر واستعن بالله واعلم بأن الله عز وجل سيوفقك. إن شاء الله. إذا ما خدموهش هنا بعد فترة معينة دير ان تايمينج، إذا ما احترموش أسألك بالله روح سلك الناس في العالم فقط، لا تنتظر أحدا. اسمعني مليح والله راني نقول لك، ولا واحد يكذب عليك. أخاف أن يكون كي الدبليو يموت في يدك، لا تتركه. حارب في الجزائر معليش، حارب حتى يجسد، ولكن إياك، العالم بأسره ينتظر هذا الدواء. سي توفيق، كاين شيء مهم جدا في الاختراع هو لا سيكوريزاسيون دو برودوي، يعني لو دروا تاع البرودوي تاعك. اسكو تو ا ريسو دي غارونتي باش يعني تامن الاختراع تاعك، خاصه ان موان باش تامن الاختراعات الجزائريه. Je connais beaucoup de gens à Genève et chargés des brevets وحده، وهادو كيما واش صنعت الشروق et les témoignages que vous avez vus هادو عمرهم ما كانوا شهادات كيما هادو دو بارلمون. هذه سي اون بروتيكسيون لينا حنا، مسمى سي لو دوبل انتيري. هذه سي اون بروتيكسيون. الى نهار وجا نيمبورت كال لابوراتوار ولا انفونتور وقال هاو دوايا وتسمعوا لي ميم تيمونياج راهو جزائري ويدي على روحو. دكتور توفيق، انا عندي تخوف